السلام عليكم، معكم عبد الرحمن. اليوم راح احكي لكم اهم النتائج لكأس العالم. راح نبلش بالافتتاح الخرافي اللي نظمته دولة قطر، اللي جد شرفت العرب فيه، واللي قدرنا من خلاله نوصل صورة العرب الحقيقية لكل العالم. وطبعا هذا الافتتاح العظيم اجى نتيجة سنوات طويلة من التنظيم، لكن للأسف قطر راح تكون أول فريق بيطلع من البطولة. أما عن مباراة إيران وإنجلترا اللي اكتسحت فيها إنجلترا خصمها ب6 أهداف لهدفين، الصراحة هاي النتيجة ثقيلة، لكن امبارح قدروا يتغلبوا على ويلز بنتيجة 2-0 اللي أحرزوهم بالوقت الضائع. بالنسبة للمنتخبات العربية المبدعة اللي على راسهم المنتخب السعودي اللي فاز على الأرجنتين 2-1، وهذا الإنجاز هو أكبر إنجاز للعرب في كأس العالم وأكبر صدمة في تاريخ كأس العالم. وبالنسبة لتونس والمغرب قدروا إنه يكسبوا نقطة من التعادل مع كرواتيا والدنمارك. وبصراحة العرب مبدعين بهاي النسخة لكأس العالم. طبعا كأس العالم ما وقف مفاجآته هون، لا، لأن المنتخب الياباني اللي قدر يتغلب على المنتخب الألماني بهدفين لهدف، لأن المنتخب الألماني ركز على قضية هي عديمة المبدأ وعديمة الأخلاق، وكانت النتيجة هي خسارة مذلة من الساموراي الياباني. أما على العملاق الفرنسي الكبير اللي سحق الأستراليين ب4 أهداف، فهذا إشي طبيعي لفريق حامل اللقب وفريق عنده إمكانيات قوية بغض النظر عن الغيابات. فالمهاجم جيرو قدر إنه يغطي غياب الحكومة بنزيما بتسجيل هدفين في مرمى العملاق الآسيوي. بالنسبة لمنتخب كوستاريكا المسكين اللي بلع 7 أهداف من الإسبان، خليني أحكي كلام منطقي. طبعا كوستاريكا مش مقياس على أداء المنتخب الإسباني، بس أنا حزينة على الحارس نافاس اللي تلقى أهداف من زملائه السابقين في الريال وأعدائه السابقين من برشلونة. ونيجي للمباراة القوية اللي قدمها المنتخب البرازيلي ضد الصرب، واللي قدر يخطف فوز ثمين من هذا الفريق الصعب. للأسف إنه نيمار طلع من المباراة مصاب، واللي الأكيد راح يغيب عن مباراة سويسرا ويمكن عن جميع المواجهات في دوري المجموعات. وأحلى ما في المباراة وهدف ريشارلسون الثاني، وفعلا إنه هدف يدرس تدريس. أما على الخبر الموسم هو عن الأسطورة كريستيانو رونالدو اللي قدر يسجل ب5 نسخ من كأس العالم، وفعلا إنه هذا اللاعب من عالم آخر. بدي تحكوا لي بالتعليقات رأيكم بهدف البرازيل الثاني. وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب، ديروا بالكم على دراستكم.